السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم كاب كيك او مادلين، كل واحد كيفاش كيسميهم بالشوكولات. غادي تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخير باش تعرفوا سر النجاح ديالو. غادي نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. غادي ناخذ واحد البول وغادي نضيفوا فيه قبيصه ديال الملح، غادي نزيدوا عليه 2 البيضات، وغادي نزيدوا عليه كاس ديال السكر السنيده بقياس كاسه العنبه. غادي نخلط المكونات حتى يتضاعف الحجم ديالها. هنا بعد ما تضاعف الحجم ديالها وتغير اللون ديالها، غادي نضيف عليها واحد الكاس ديال العنبه ديال الزيت ما عامرش. تدريجيا حنا كنخلطوا المكونات ديالنا وكنضيفوا زيت بشويه بشويه حتى كنحصلوا على واحد الخليط بهذا الشكل. غادي نزيدوا عليه واحد الفلون ديال الشوكولات حجم صغير، وغادي نضيفوا عليه واحد الكيس ديال الكاكاو مور، وغادي نستمروا في التطريب ديال الخليط ديالنا. غادي نحاولوا ندخلوا داك الكاكاو كامل هذاك الخليط. كيولي عندنا بهذا الشكل. هنا غادي نتاكدوا باننا ما بقوش عندنا داك الحبيبات ديال الكاكاو وديال الفلون، وغادي نضيف عليهم واحد دانيت ديال الشوكولات. وغادي نضيفوا 2 المعالق ديال الطحين فورس نوعيه جيده، و2 اكياس ديال خميره الحلويات. هنا غادي نكملوا غير بالطراب اليدوي. نحاولوا ندخلوا داك الطحين كامل في الخليط. هنا كيف كتشوفوا الخليط ديالنا خفيف. غادي نزيدوا ليه 2 المعالق ديال الفورس، حتى كنحصلوا على عجين متماسك بهذا الشكل. وهنا غادي ناخذوا القوالب ديالنا، غادي نفرشوا فيهم اوراق ديال الكاب كيك. هنا غادي ناخذوا واحد المعلقه، ما نحاولوش نعمروها مزيان. كيجي الخليط بهذا الشكل، ما كيجيش خفيف بزاف وما كيجيش ثقيل بزاف، بين وبين. هنا كيف كتشوفوا ما كنعمرهاش بزاف باش ملي تكون كطيب ما تطلعش، تجي هي هذيك. هنا بعد ما كملتهم كاملين غادي نزينهم حبيبات ديال الشوكولات او ديال كوكيز، وغادي ندخلهم للفرن. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم. كيجيو بهذا الشكل، كيجيو بنان ولذاذ بزاف. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وبالصحه والراحه. وما تنسونيش من الجيمات وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.